بالنسبة لعجينة القطايف أنا صورتها السنة الماضية، بس في أشخاص ما لقوا الفيديو وطلبوها مني. على كل، عفوا على الضجة الظاهرة هلا، خلونا نيجي لعند المكونات حتى نقول شو هن. على كل نحتاج لسميد قدر ربع الكيسة، كيستين من الطحين، قدر الملعقة الكبيرة من السكر، ونص ملعقة أو ملعقة صغيرة بالأصح من الخميرة، على نص ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. هودي المكونات هن الأساس عنا، هن اللي بيخلوا العجينة تنجح وهن اللي بيخلوها تفشل. المقادير جدا مهمة بهيدي الوصفة. نختم برشة الملح حتى نوزن نكهة السكر وكمان المكونات التانية، وأكيد ما بننسى المي. بدنا كمان قدر كيستين المي الدافية، والمكسرات شيء أكيد. يعني للحشو بنقدر نستعمل لوز أو حشوة جوز، يعني رح نحكي بهذا الشيء. واكيد الفستق الحلبي حتى نزين بعد ما يجهزوا عنا، والفستق الحلبي بس للقطايف العصافيري. على كل خلونا نجيبها الخلاط حتى نبلش الشغل. بننزل بداخل الخلاط كيستان الطحينة اللي حكينا عنه، ربع كيسة من السميد الناعم، بنلحقهم بكيستان المي الدافية، وبنجيب ملعقة سكر كبيرة وبنحطها بظهرهم، ورشة الملح، وبنختمه بنص ملعقة من البيكنج باودر. بكل بساطة بنحط الطبق وبنطحنهم كتير منيح، يعني شغلة دقيقتين ل3 دقايق حتى نحصل على قوام ناعم وعلى ذوقكم بيطلع. هلا المي الدافية انا بحب ضيفها حتى تتفاعل عندي الخميرة على السريع، مش بتطول حتى تتفاعل. وفي نقطة جدا مهمة عدد من الاشخاص ما بيعملوها، انه ما بيضيفوا بيكنج باودر. البيكنج باودر جدا مهم لانه بيحسننا من النتيجة النهائية. بنفضي الخليط بعد ما جهز عنا، ولازم يطلع بهذا الشكل الظاهر عندكم. هلا بنشيله ونحطه بمحل دافي اقله شغله ل 45 دقيقه او 30 دقيقه، ما في مشكله، حتى تختمر عنا كتير منيح العجينه. لانه اذا ما ريحناها ما بتريحنا وبتطلع فاشله، لازم تتريح اهم نقطه. نرجع بداخل مقلايه حاميه نبلش ننزلهم. واكيد اذا بدنا نعمل نحن العصافيري او القطايف النيه بنعملهم حجم صغير، اما اذا بدنا اياها تكون للقلي فبنعمل حجم كبير. ومثل ما ملاحظين هيدا هو قوام العجينة اللي بدنا نوصل له. وقد ما فينا بدنا يكونوا شكلهم دائريات، ما تعملوهم مثل شكل بيضاوي. هل مثل ما ملاحظين بلش تطلع عندي الفقاعات او البولين مثل ما ظاهر عندكم بهذا الشكل. هو هن اللي بدنا هن لازم يطلعوا معنا بهذا الشكل، شيء فاخر صراحة. ولا الحبة الزهرة عندكم هاي بدي إليها وجه غطسها بقطر. بالنسبة للحشوة فلا رح نحضرهم سوية. بدي استعمل حشوة امبارح اللي حضرتها، هي قشطة، وجد الفيديو عندي بالصفحة، وهيدا انا عملتها بقهوة بس ما شاء الله ريحتها والله شفخانة. في نقطة جدا مهمة، بس نشيله من الغاز مباشرة بنحطهم على شي قطعة قماش نظيفة او منشفة، لانه بيكون عنا بعضهم رطبين، واذا هن سخنين وبعضهم رطبين بنحطهم ظهر بعض بيلزقوا عنا، وهذا الشي اللي ما بدنا اياه. هديك بنحطهم وبنرجع بنغطيهم وبنتركهم حتى يبردوا عنا، وبيصيروا انه بيكونوا صاروا جاهزين للاستعمال. وهيك بتكون خلصت عنا كل الكمية، لتشوفوا لهم هلا حبة شيء فاخر صراحة. وهيدي وحدة تانية كمان لعيونكم، جربوا هيدي الوصفة ومش حتندموا، هاي على ضمانتي. انا عم بعطيكم وصفة مضمونة ومقاديرها مضمونة وعلى ذوقكم. بس في نقطة جدا مهمة لازم تنتبهوا لها، اذا طلعت عندكم العجينة سميكة لازم ترخوها بشوية مي او ما بتزبط معكم ساعتها. بيطلع عنا البولين كتير كبار وغير انه بتطلع فاشلة ما بتزبط معنا. هلا بالنسبة للحشوة فينا نستعمل حشوة المرغبة، أنا بستعمل قشطة، هاي القشطة حضرتها بالفيديو السابق، إذا ما حضرتوا الفيديو روحوا حضروه لأنه صدقوني رح تستفيدوا كتير، أوفر وأطيب من الجاهزة ب1000 مرة. هلا بنقلط حبة القطايف على السريع وبنجيب القشطة وبنحطهم بداخلها بهذا الشكل الظاهر عندكم. بنرجع بنقلط هالأطراف وبلش نسكرهم على بعض، ولا ابسط من هيك. هلا اكيد فينا نكتر شوي الحشوه ما في اي مشكله. بنجيب الفستق الحلبي وبنغطسها بداخلها حتى تصير عنا بهذا الشكل الحلو، شيء فاخر صراحه وبتاخذ العقل. هلا بعرف انا انه الكل معلم قطايف، بس خلونا نعمل كم وحده على السريع قدامكم. بنجيب هالقشطه وبنحطها قدامها بهذا الشكل وبدنا نسكر بهذا الشكل الظاهر عندكم. بنرجع بنعطيها هون لحسه قشطه وبنغطسها بالفستق الحلبي. خلونا هلا نوضح شغله على السريع. عندي هون أنا عجينه القهوه لونها زيعة غامق، هي منا محروقة بس لونها غامق، عكس الطريقة العادية أو عكس العجين العادية بيجي لونها ذهبي. هلا المقادير اللي أعطيتكم إياها أنا بتعمل تقريبا 42 حبة قطايف، وأكيد بتختلف الكمية لحسب نحن أي نوع عم نعمل. وهود هن القطايف بعد ما جوز عندي، شوفوا لي هالألوان الحلوة، شيء فاخر ما شاء الله. ومثل ما حكيت مسبق هيدي اللون أسود أنا عملتها بقهوة، واللون أحمر أنا حطيت لها ملون طعام، لأنه صراحة ما خطر شيء طبيعي بيعطي لون أحمر. وبهالطريقة بتكون صار جاهزة عنا أطيب وصفة قطايف. وهلا كول وشكور.
هيدي الوصفة ناجحة معنا 100%. شوفوا لي والله منظر شايف اخر صراحة. بس مثل ما حكيت مسبقا اللون اسود انا حضرتها بقهوة، يعني ضفت لها قهوة هيدي لمحبين القهوة وخصيصا بعد شهر رمضان. بحب القهوة بده يشرب بعد الفطور، بياخذ له تلات قطايف على نكهة قهوة بيشرب وراها قهوة، يعني نكهة قهوة بتطلع رائعة. وغير انه اللون احمر انا ضفت له شوية ملون طعام احمر فقط. هلا صراحة أنا ما خطر على بالي شي ملون طعام يكون طبيعي، يعني مثلا مثل الفريزة لونه أحمر حتى تعطي العجين لون حمار. وإذا عندكم أي أفكار اكتبوا لي إياها بالكومنت، وإن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، وبإذن الله بتنجح معكم وبتطلع على ذوقكم. وما تنسونا بزر اللايك والاشتراك، وشكرا.